السلام عليكم. عم مختار فينك يا عم مختار؟ ازيك يا دكتور؟ وحشنا والله يا عم مختار. ما مسكش من زمان. ازي حضرتك؟ ما سجلناش فيديوهات من زمان. يا مرحبا. وحشنا خالص خالص خالص. كنت معدي كده قلت اجي اسلم عليك ونتكلم في كام حاجه كده. ماشي. دلوقتي يا عم مختار وانت واقف في الصيدليه كده، طبعا احنا كده كده في الصيدليه مش بنوصف علاج لحد او ما نديش حاجه للمريض، ممكن بس يبقى الجو مثلا متاخر او ما فيش دكتور او المستشفى مكانها بعيد عليهم. فممكن حد يجي يسالك سؤال، يعوز ياخد حاجه مسكنه، حاجه سريعه، حاجه سريعة. خفيفه. ممكن يجي لك مريض يقول لك مثلا عندي مغص وعاوز حاجه مسكنه لحد ما اروح للدكتور، او اتصرف ازاي. احنا برضه عاوزين نفيده، يعني نعرفه ازاي يروح الاتجاه الصح او يروح فين. لو جالك الخطوات مريض الصحيحه. جالك مريض بيشتكي مثلا من جنبه اليمين يا عم مختار، هنديله حاجه برضه للتقلصات، بلاش المسكنات الكتير، تمام؟ ونقول له برضه يروح يكشف جنب اليمين ده ازاي؟ ما هو جنب اليمين ده مختار فيه كذا حاجه، هنساله كام سؤال كده عشان ايه نشوف. ممكن الجنب اليمين ده يكون عنده مغص كلوي، تمام؟ فانت تساله برضه اللي هو الالم ده مسمع في ظهرك، في جنبك من ورا، في حرقان في البول، في تقطيع في البول، لون البول اتغير، ما بتشربش ميه كتير، فنديله برضه معاه فور لحد ما يكشف تاني يوم ونقول له باخد تحليل بول معاك، تمام؟ او ممكن المريض دوت مثلا يا عم مختار يكون عنده الم في جنبه اليمين من تحت كده، مسمع في رجله وداخل موطي كده، مش قادر يتحرك، مش عارف يفرد ظهره. فانت هتساله السؤال مهم، الوجع ده بقاله قد ايه؟ غالبا مش بقاله فتره طويله، ممكن يكون بقاله ساعه ساعتين، مسمع مش قادر يدوس على رجله وهو ماشي. بس دي شكله زي ده. ده بقى هنقول له لازم يروح المستشفى، ما ينفعش معاه مسكن برضه، عشان لو الالتهاب بتاع الزايد ده التهاب زايد ولا حاجه. كنا زمان بنعمل ايه؟ نقول له ارفع رجلك كده، نضغط على الحته هي دي يا عم في الم شديد. من علامات برضه الزايده، علامه معينه كده، بس احنا نوجهه للمستشفى ودكتور الجراحه برضه للامان، يعني ما نقولش حاجه مسكنه اقول له روح يرتاح لا ولا حاجه لا قدر الله، لازم يروح لدكتور جراحه للامان في المستشفى او في عياده خاصه بره على حسب ايه راحته النفسيه. تمام. وممكن الموضوع ده متكرر معاه وبطنه منفوخه، يبقى دي غازات في القولون عاديه خالص، لا بطنه بتطبل كده وماشي بطنه منفوخه قدامه، والموضوع ده بيتكرر معاه بعد الاكل، ده ممكن نديله حاجه للتقلصات ونقول له برضه يروح يكشف عند الدكتور خليفه. كده هنقول له روح يكشف عند الدكتور خليفه. ماشي يا عم مختار. بس فهي الفكره كلها يا عم مختار، احنا نوجه المريض، لان احنا ما بنديش علاج في الصيدليه طبعا، وممكن نديله حاجه بس كده للتقلصات لحد ما يروح يكشف. مسكن حاجه خفيفه. يبقى الجنب اليمين دوت احنا نخلص من الموضوع ده، او نلخصه ان ممكن يكون ده مغص كلوي، او ممكن يكون التهاب في الزايده لا قدر الله، او ممكن يكون التهابات وغازات في القولون، او لو الالم فوق هنا كده يا عم مختار تحت الضلع، ممكن يكون عنده مشكله في المراره برضه، فدوت مش هيبان الا يعمل اشعه تلفزيونيه برضه مع دكتور الجراحه او دكتور البطنه وبيوجهه للاتجاه الصحيح. تمام. فالجنب اليمين في كذا حاجه، وطبعا في حاجات ثانيه مش هنخوض فيها دلوقتي، دي الحاجات اللي هي العامه اللي موجوده اللي نقدر نفيد فيها الناس. وان شاء الله يا عم مختار لو كده نبقى نديله حقنه اسبازموفرين او اسبازموفرين عضل، ياخدها كده تريحه شويه على بال ما يروح يكشف، او مش عاوز ياخد حقن ممكن ياخد قرص بنادول او اي حاجه باراستامول لحد ما يروح يكشف لو مفيش ترجيع ولا حاجه. لو مفيش ترجيع ولا حاجه. دي حاجه معلومه بسيطه كده للناس، احنا بنتكلم فيها الناس، مش بنتكلم فيها طاقم الطب ولا حاجه، دي الناس عامه الناس بحيث يفهموا بس يعملوا ايه لو جالهم الم زياده في جنبهم اليمين. اشوفكم دايما على خير ان شاء الله مع عم مختار حبيبنا كلنا، وان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.